من ساعة ما ويندوز 11 نزل وبقى فيه كل شوية طريقة جديدة بتنزل علشان تشغل تطبيقات اندرويد على ويندوز. المشكلة ان الطرق دي كلها تريكات ولازم تبقى فاهم بتعمل ايه عشان تتخطى قيود مايكروسوفت اللي لسه ما بتدعمش الخاصية دي رسميا في الشرق الاوسط. انا بقى النهاردة جاي اقول لك على اسهل واضمن طريقة تشغل بيها تطبيقات الاندرويد على ويندوز 11 من غير اي برامج ولا تريكات، وهتقدر تنزل اي اب نزل للاندرويد بسرعة جدا. قبل ما نبدأ بس عايز اقول ان مايكروسوفت محددة شوية ريكوايرمنتس عشان تقدر تستخدم تطبيقات الاندرويد، بس خلينا نقول انك مش محتاج غير حاجتين. اول حاجه انك تشغل الفيرتشواليزيشن، وانا هقول لك ازاي تشغله. تاني حاجه ان يكون عندك 8 جيجا رام على الاقل او اكتر، يعني الاحسن طبعا ان يكون اكتر عشان هتعاني لو عندك 8 جيجا بايت رام، ويا سلام بقى لو عندك اس اس دي هتاخد تجربه تانية خالص. فخلينا الاول كده نعرف اذا كان الفيرتشواليزيشن شغال عندك ولا لا. كل اللي تحتاج تعمله ان انت هتروح على التاسك مانجر من هنا، بعد كده هتجيب السي بي يو او اللي هو البرفورمانس من هنا كده، هتلاقي تحت خالص الفيرتشواليزيشن، هتلاقي قدامها يا اما انيبلد يا اما ديسيبلد. لو انيبلد يبقى انت كده راجل في السليم، انت مش محتاج تعمل اي حاجه من الخطوات اللي جايه، وهتنط على اللي بعدها على طول. هسيب لك برده التايم ستامبس تحت في الديسكربشن عشان تنط على اللي بعدها. لو مش عندك بقى او عندك لقيتها ديسيبلد مثلا كده، انت محتاج تعمل شويه حاجات. اول حاجه في الحاجات دي قبل بس ما نروح للخطوه بتاعه البايس وكده، خلينا نتاكد الاول ان الاعدادات بتاعه الويندوز نفسها مظبوطه، وفي الغالب دي مش هتكون مظبوطه عندك. انت كل اللي هتحتاج تعمله ان انت هتفتح ستارت وتسيرش على ويندوز فيتشرز اللي هي تيرن ويندوز فيتشرز اون اور اوف، هتدوس عليها. بعد ما بتدوس عليها بتنزل تحت كده حاجه بسيطه، هتلاقي اوبشن اسمه فيرتشوال ماشين بلاتفورم اللي انا معلم عليه ده. المفروض ان الاوبشن ده يكون متفعل عندك، فهو لو مش متفعل انت هتفعله، هتدوس على علامه الصح اللي جنبه ديت، او مش هتكون صح طبعا، هتكون بيضه كده، هتدوس عليها علشان يتفعل، وبعد كده تعمل ريستارت وتشوف تاني التاسك مانجر اذا كان لقيتها بقت انيبلد ولا لا. مش انيبلد يبقى انت معلم محتاج تفتح البايس بتاع جهازك وتفعل الفيرتشواليزيشن من المذر بورد نفسها. اسهل طريقه ان انت علشان تفتح البايس بتاعك ان انت تروح على السيستم او السيتنجز بتاعه الجهاز، بعد كده من سيستم، هنا احنا في سيستم، هتدوس على ريكفري. من ريكفري هتدخل على ادفانسد ستارت اب وهتدوس على ريستارت ناو. هيوديك على شاشه زرقاء كده، هتبدا تختار منها ترابل شوت، بعد كده ادفانسد اوبشنز، بعد كده يو اي اف اي سيتنجز، واعمل ريستارت. المفروض دلوقتي ان انت في البايس عشان تفتح الفيرتشواليزيشن. الموضوع هنا للاسف بيختلف بين كل جهاز والتاني، وبالتحديد يعني حسب البورده مين اللي عاملها. بنسبه 90% هتلاقي الاوبشن بتاع الفيرتشواليزيشن تحت تاب اسمها ادفانسد، بس اسمه ممكن يختلف من بورده للتانيه، يعني ممكن تلاقيه اسمه فيرتشواليزيشن او هايبر في او اس في ام. فانت لو مش عارف دور باسم اللابتوب او المذر بورد بتاعتك على طريقه تفعيل الفيرتشواليزيشن. وبعد ما تفعله في جهازك، تعالى بقى اقول لك ازاي تنزل الويندوز سب سيستم على جهازك، وده اللي عن طريقه هتقدر تنزل تطبيقات اندرويد عادي جدا كانه موبايل. اول حاجه هتحتاج تعملها ان احنا نغير الريجن بتاع الجهاز، لان زي ما قلت لك في اول الحلقه فالامازون اب ستور والموضوع كله بتاع السب سيستم ده مش متاح ومش متوفر في الشرق الاوسط، فاحنا هنا نحتاج نغير الريجن بتاع الجهاز. هتروح على السيتنجز، بعد كده هتروح على تايم اند لانجويج، ومنها هتروح على لانجويج اند ريجن. هتيجي هنا هتلاقي كونتري والريجن، المفروض انها تكون عندك هنا مصر، سعوديه، ايا كان المكان اللي انت سواء عايش فيه او كنت عامل اوريدي الكونتري والريجن بتوعك فيه. فاحنا هنا عايزين نغيرها زي ما انت شايف كده لليونايتد ستيتس. بعد كده زي ما قلت لك هتروح على الستور، مايكروسوفت ستور. زي ما انت هتشوف كده دلوقتي ريكومنديشنز، التطبيقات اللي بتقترح عليك، كل حاجه هتبدا تتغير من بعد ما تغير الريجن بتاعتك لليونايتد ستيتس. حتى لو نزلت تحت كده وشفت التطبيقات اللي هي بفلوس وكده، هتلاقي ان كلها بقت بالدولار، ما بقتش بالجنيه زي ما كانت او بالعمله اللي كانت عندك. فانت كده خلاص تمام، انت بقيت ايه، بقيت ما عندك مايكروسوفت ستور بس بالريجن الامريكي. هنيجي هنا في السيرش هتقوم كاتب امازون اب ستور. الابلكيشن ده بالمناسبه لو سرشت عليه وانت في الريجن عربي او ايا كان الريجن شرق اوسطي مش هيظهر لك خالص، فانت عشان كده لازم نحوله لريجن امريكي. هتلاقي امازون اب ستور هنا. هنحتاج نعمل ايه؟ هندوس على انستول. يا مسهل، اولموست ريدي كده تمام. ما طلبش ريستارت الحمد لله، بيقول لي اوبن امازون ستور. بس ده اللي قدامك ده هو الويندوز سب سيستم فور اندرويد. ده زي ما تقول كده البيئه او الانفايرمنت اللي انت بتسطبها على جهازك علشان تقدر ان انت تحاكي نظام اندرويد وتسطب التطبيقات بتاعته على الويندوز بتاعك. الفكره بقى ان انت هتلاقي الويندو دي بتفتح لك كل مره تفتح جهاز الكمبيوتر بتاعك او اللابتوب او ايا كان. فانا في اخر الحلقه هبقى اشرح لك ازاي توقف الويندوز سب سيستم ده من ان هو يشتغل
تشتغل مع الستارت اب. هي حاجه بسيطه كده بس يعني يفضل ان انت تعرفها وتعملها علشان ما يفضلش يستهلك من موارد الجهاز كتير على الفاضي والمليان، خصوصا لو انت مش هتستخدمه على طول. تمام كده امازون اب ستور فتح زي ما انت شايف كده. كل اللي انت محتاجه هنا ان انت تلوجن باي اكونت امازون عندك ايا كانت الريجن بتاعه، لو عامله على امازون دوت اي جي، لو عامله على امازون الامارات، ايا كان. تمام كده عملنا لوجن لاكونت امازون بتاعنا. ده اللي هتشوفه دلوقتي هو الامازون اب ستور. للاسف ده مش افضل اب ستور تقدر تنزل منه تطبيقات، مش هتلاقي عليه اكتر التطبيقات اللي انت بتستخدمها. هو عليه تطبيقات وكل حاجه بس مش عليه كل التطبيقات اللي انت هتستخدمها. طب هتقول لي طب ليه سطبناه من الاول اصلا؟ هقول لك ان ده هو اللي بيتسطب عن طريقه الويندوز سب سيستم، اللي قلت لك ان هو البيئه اللي لازم تسطبها علشان تقدر تستخدم تطبيقات اندرويد على ويندوز. فاحنا كده دلوقتي خلاص تمام، عملنا الخطوه دي، احنا مش محتاجينه بحاجه ثانيه. هنقفل امازون اب ستور ونروح دلوقتي بقى الخطوه المهمه. انا دلوقتي هقول لك ازاي تسايد لود اي تطبيق اندرويد، يعني كانك هتنزل اب على موبايلك من بره البلاي ستور اللي هو بتفعل له الانون سورسز انستليشن. وعشان اختصر عليك خليني اشرح لك ده عمليا على متجر تطبيقات تاني متكامل بقى، وليكن ابتويد، عشان تنزل منه على طول اي تطبيق كانك بتنزل من جوجل بلاي ستور. فاحنا كده هنحتاج نعمل الخطوه دي مره واحده بس. هتيجي تقول لي طب ليه مش البلاي ستور نفسه؟ عشان ده مش قانوني والفيديو ممكن ياخد سترايك من يوتيوب. فاحنا هننزل ابتويد وده ستور هتلاقي عليه كل اللي انت عايزه. اكيد طبعا ممكن تستخدم اي ستور تاني، ايبك ميرور، ايبك بيور، ايا كان اي ستور ليه ابلكيشن تقدر تنزل من عليه التطبيقات تقدر تنزله عادي بالطريقه اللي انا هشرحها لك دلوقتي. اول حاجه هنحتاج نعملها ان احنا دلوقتي نفتح الويندوز سب سيستم. هتدوس على ستارت وهتلاقي ويندوز سب سيستم فور اندرويد موجود في الستارت منيو في ريكومنديشنز بتاعه التطبيقات لان هو ريسنتلي اد. فهتدوس عليه وبعد كده هتروح على ادفانسد سيتنجز. اول اوبشن قدامك هنا هتلاقيه اسمه الديفلوبر مود. هتفعل الخيار ده، هيقول لك allow access ومش عارف ايه وبتاع. تمام انت زي الفل كده. ركز في الرقم اللي قدامك هنا ده لان ده هنحتاجه بعدين بس لما نرجع له. تاني خطوه هتحتاج تعملها ان انت تروح تفعل الديفلوبر مود بتاعه ويندوز. هنعملها ازاي؟ تفتح السيتنجز، بعد كده هتروح على برايفسي اند سكيورتي وهتلاقي هنا اوبشن اسمه فور ديفلوبرز. هتدوس عليه وهتفعل الديفلوبر مود بتاع الويندوز. هتدوس يس. تمام كده انت بقيت مفعل الديفلوبر مود بتاع الويندوز. كده ناقص حاجه واحده ان احنا ننزل الاس دي كي بلاتفورم تولز فور ويندوز. ده جزء من الاندرويد اس دي كي. لو انت ديفلوبر او استخدمت الاندرويد ستوديو قبل كده هتبقى فاهم انا بقول ايه. المهم الفايل اللي هتنزله ده من جوجل فما تقلقش، هتخش على اللينك اللي انا سايبه لك في الديسكربشن تحت وهتعمل داونلود للاس دي كي بلاتفورم تولز فور ويندوز. هو الموضوع بسيط، انت هتدخل على اللينك زي ما انت شايف كده ده بالابتويد، هنرجع له بعدين. هتيجي هنا هتلاقي داونلود اس دي كي بلاتفورم تولز فور ويندوز. هتدوس هنا وهتوافق على الاتفاقيه دي وتقول له داونلود. هو فايل على بعضه 6 ميجا يعني مش قصه. هتروح على الفولدر بتاعه وهتنقل كل الحاجات دي في البارتيشن اللي انت مسطب فيه الويندوز، اللي هو وليكن مثلا انا عامل الويندوز عندي في السي، فهاخد الفولدر ده كله واحطه هنا اهو. فكده بقى الفولدر بتاع بلاتفورم تولز في المكان اللي انا مسطب فيه الويندوز. بعد كده هتروح هتنزل الابلكيشن بقى اللي انت عايز تسطبه. انا هنا دلوقتي هسطب ابتويد اب اللي هو الابلكيشن بتاع ستور ابتويد. زي ما انت شايف بيكون عليه كل التطبيقات، هيوفر عليك كتير جدا، هيوفر عليك الخطوات اللي انا جاي اعملها دلوقتي دي مش هتحتاج تعملها تاني. هندوس داونلود علشان ننزل الاي بي كي. كده الفايل الاي بي كي بتاع الستور او ايا كان الاي بي كي اللي انت هتنزله ده، هو بعد ما بينزل روح على الفولدر بتاعه وخده على الفولدر بتاع البلاتفورم تولز اللي احنا حطيناه في السي او في المكان بتاع السيت اب بتاع الويندوز. هنيجي هنا هننقل الفايل هنا اهو. كده بقى الفايل الاي بي كي في نفس الفولدر بتاع بلاتفورم تولز. طيب دلوقتي هتروح على الفولدر بتاع بلاتفورم تولز اللي احنا حطيناه في السي او في مكان السيت اب بتاع الويندوز. هتيجي هنا، انا طبعا هنا نقلت زي ما قلت لك الفايل بتاع الاي بي كي. هنيجي هنا وندوس على كليك يمين في اي مكان فاضي وندوس اوبن اند تيرمينال. بس الاول هنروح على الويندوز سب سيستم من ستارت وهندخل على ادفانسد سيتنجز. هتلاقي هنا زي ما قلت لك الاي بي اللي كنت قلت لك عليه من حبه. فخلونا نفتح النوت باد ونكتب الاي بي ده اللي هو هنا 127526. كده انت خدت الكود ده او الرقم الاي بي ده. هنروح دلوقتي على التيرمينال اللي احنا كنا فاتحينه من هنا ونكتب الكوماند اللي هيظهر قدامك على الشاشه ده اللي هو ./adb.exe. بعد كده كونكت. بعد كده هتحط الاي بي اللي انت خدته من ويندوز سب سيستم وتدوس انتر. لو جاب لك فيلد اوثنتيكيت كده هتيجي هنا وبعد كده هيقول لك allow adb debugging فهتدوس على allow. ممكن نخليها always allow عشان يبقى كده تمام. هنيجي بقى نجرب ان احنا نكونكت تاني عشان الايرور بتاع الاوثنتيكيشن ده. فهنكتب برضو نفس الامر ./adb.exe connect. هنحط الكود
اوريدي كونكتد. هو انت المفروض كده انت كونكتد للاي بي بتاع الاندرويد ويب سيستم بتاعك. بعد كده زي ما قلت لك احنا كنا حاطين الفايل بتاع الاي بي كي هنا في نفس الفولدر، هناخد الاسم بالظبط بتاع الفايل ده، حاول ما يكونش فيه حروف غريبه ارقام بتاع، حاولوا يكون بسيط يعني. ممكن حتى اهو يعني نشيل وليكن كلمه الليتست اللي موجوده ونخليها aptoid.apk بس عشان بيحصل مشاكل في التيرمينال او الباور شيل ده لما بيكون الاسم غريب. بعد كده هنكتب دوت سلاش، برضو الامر هيظهر لك دوت سلاش adb.exe install، ونحط اسم الفايل اللي احنا واخدينه اللي هو aptoid.apk وندوس انتر. هيبدا ان هو ينستول الفايل ده. ما بياخدش وقت على حسب برضو حجم الابلكيشن، بس هو في ابلكيشن 18 ميجا اهو زي ما انت شايف. سكسس، الابلكيشن اتسطب عندي خلاص. كده انا بقى عندي ستور كامل من تطبيقات الاندرويد موجود على نظام ويندوز. لو رحت دلوقتي ستارت هلاقي ابتويد موجود في الريسنت ابس لان هو لسه انستولد. هنيجي نفتحه كده، هنديله الاو ماشي، هيظهر عندك كانه ابلكيشن كامل منفصل بحد ذاته، تقدر تنزل منه اي تطبيق انت عايزه. طيب كده انت بقى عندك الستور بتاع التطبيقات، بقى عندك الويندوز سب سيستم فور اندرويد. احنا دلوقتي عايزين بس برنامج ده ما يشتغلش كل ما الجهاز يفتح عشان ما يبطئليش الستارت اب ولا ياخد من موارد الجهاز، لان الاجهزه ربنا يكون في عونها في الحر ده. فهتدوس بس هنا كليك يمين، هتفتح التاسك مانجر وهتيجي عند ستارت اب ابس، هتدور هنا على ويندوز سب سيستم فور اندرويد، هو ده هتلاقي معمول له ايه انيبل. خلي دوس كليك يمين وخليها ديسيبل زي ما هي عندي كده. كده مش هيفتح كل ما الجهاز يفتح ويفضل بقى يستهلك من موارد الجهاز كتير. وبس دي كانت احدث، وخليني برضه اركز على كلمه احدث، طريقه لتسطيب تطبيقات اندرويد على نظام ويندوز 11. كل شويه مايكروسوفت بتغير شويه حاجات، بس في الاخر هي بتلعب في نفس برضه ايه المنطقه، او بتلعب في نفس النطاق، مش هتبعد عن الحلقه دي. فالمهم لو عندك اي اسئله او واجهتك اي مشكله وانت بتسطب الاندرويد على نظام ويندوز، قول لي في الكومنتس تحت. وما تنساش لو الحلقه عجبتك تعمل لايك وشير وتعمل سبسكرايب للقناه وتفوتني بعض.